اهلا وسهلا، مرحبا بكم اخواني اخواتي في قناه بيشا ستيل. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طيحان معمر طايب في الفران، كيجي رائع جدا بالحشوه ديال الروز مع الكفته. كنتمنى انكم تتابعوني في الفيديو من الاول الى الاخر باش تشوفوا المقادير اللي غادي نستعمل في هذا الطيحان، ونتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. فإلا عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا ما تنسوناش باللايكات ديالكم وكذلك بالاشتراك ديالكم، وكنعتذر على هذا التاخير اللي درته في القناه. كنتمنى انكم تشجعوني باش نبقى نجيب لكم دائما نوجدوا شي شهيوات. وهانتوما معايا بالنسبه لهذا الطيحان هذا شريت ديال البقري، يعني صحيح ما كيكون هو كبير بزاف، يعني خصو الحشوه تكون كثيره. عندي هنا الطيحان وعندي واحد شويه ديال الشحمه، ريوس ديال الثومه، وغادي نزيد شي 5 البصلات كبارين، وكذلك واحد الفلفله حاره وواحد الجزره وواحد القرعه وحده، وكذلك كاس ديال الرز. بالنسبه لهاد الخضره القرعه ولا الجزره اللي ما بغاش يديرها يستغنى عليها ما يديرهاش، غير انا كتعجبني داك الحشوه كيف ما كان، سواء بالحوت مع الشعريه الصينيه ولا اي حاجه كتعجبني ندير فيها قرعه ولا خيزويه هكا كنحكها فيها كتجي بنينه بزاف. وكذا كنديروا داك الكاس ديال الرز كنسلقوه نص سلقه، وعاد كنديروه مع هاد الحشوه هذه. فبالنسبه هنا بعد ما كنغسل داك الطيحان مزيان كنخليه كيستقطر. وبالنسبه للكاس ديال الرز راه كندير واحد شويه ديال الزبده، وكندير واحد شويه ديال الملحه، وكنحمرها شويه باش كيتحيد داك النشا. وكندير الماء طايب كنديرو مع هاد الرز. انا ما كنبغيش، كاين اللي كيسلقوه عادي غير نسلقه، انا ما بغيتش نسلقه باش كيبقى لي مفرك داك الرز، يعني ما خصوش يتسلق بزاف باش ما يتعجنش ملي كيطيب، لان الطيحان كياخذ شويه د الوقت في الفران. فانا درت عليه واحد 2 كيسان تقريبا ديال الماء طايب عفوا. وغادي نخليه غير على ما يشرب هذا الماء هذا، وغادي نخليه حتى يبرد، وغنخليه يكمل الطياب ديالو مع الحشوه في وسط الطيحان. فبالنسبه لهاد المقادير هذه راني كنحك هاد الجزره وكنحك داك القرعه وكذلك البصله. المهم جميع المقادير كنحكهم، وكنقطع داك الفلفله مزيان، كنزيد فلفله واحده اخرى خضراء كنقطعها مزيان، وكنخلط هاد الحشوه كامله، هاد الخضر كلها كنحكها مزيان وكنخلطها. فهانتوما بقاو معايا في الفيديو. نبدا قولي كيف كافة البشر باسم رحيم الرحمن، خالق كل شي مزيان، وصلت احلى النبي العامر وجهه بضياء الجنان، وصحابه في كل زمان. يا بنت السلطان انا خديم وانت صاحبك بالشان، بيني وبينك بيبان زهرة دفلة في الكون قايمة، زينك شحال يبان مرار وعد بشبان. مسارك كله فواحة بالعطار ولباسك كله الوان، تبتيني بعنان فقري رسمو لداك الزهر، كيف بلوغك في مكان كله جندو جدران. يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فينا بر والإحسان. يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فينا البر والإحسان. ألا بأس أيلي ألا بأس ألا بأس الحب والهوى معذب شي ناس. ألا بأس أيلي ألا بأس ألا بأس الحب والهوى معذب شي ناس. أوليدي أيلي يا وليدي يا وليدي ما صبرتي ما كبرتي. أوليدي أيلي يا وليدي يا وليدي ما صبرتي ما كبرتي. يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فينا البر والإحسان. كما كتشوفوا اخواني اخواتي، من بعد ما خلصت داك الحشوه داك الخضر كنحكها مع الثومه مع البصله مع داك الخضر كلها، وكنزيد عليها واحد الكميه زوينه ديال المعدنوس،
وكذلك كندير بالنسبه للتوابل شويه ديال الملحه، شويه ديال زيت البلديه، وكندير شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، اللي بغى يدير السودانيه والهريسه يديرها، وكندير شويه البزار. انا بالنسبه للهريسه ما درتهاش لانني درت الفلفله حاره قطعتها. فلما كنخلط هذاك الحشوه مزيان مزيان كنخليها الى جانب مع الكفته ومع الشحمه وكل شيء. وكنجي لهاد الطيحان كندهنو بشويه ديال الفلفله حمراء مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت، كندهنو مزيان باش كيعطي داك اللون د الحموره ملي كيكون كيطيب. وكنبقى ندير فيه الحشوه شويه بشويه، لانني هذا وصيت للجزار هو اللي يفتحوا لي من الفوق. واحد المره كنت كنفتحو من الجنب ساعات ما كيعذبني بزاف في الخياطه وفي التعميره، فهو طريقته من الافضل هي انه يتفتح غير من جهه من الفوق. وكنبقى ندخلها جاتني طريقه سهله، كندخل الحشوه شويه بشويه وتا كنعمرو مزيان، ومن بعد كنخيط داك الجهه اللي فتحت بالموس، اللي فتحها بالموس يعني السيد اللي فتحها ماشي انا ما نعرفش. وكنشدها بالخيط وكنلويه كذلك بالخيط باش كيبقى شاد راسو. هذا الطيحان يعني شكل واحد راه كياخذ في الصراحه الحشوه كثيره بزاف. انا تعاونت شويه بالرز لان خصو بزاف، اللي بغى يدير معاه الكبده في الحشوه يديرها، اللي بغى يدير تقطعات ديال لادان، كل واحد وعلى حسب الامكانيات ديالو باش يعمر الطيحان. فبالنسبه انا هذا الطيحان كما كتشوفوا كنعمرو مزيان وكنشدو، ومن بعد كندهن عليه واحد شويه ديال الزيت كنديرو عليه من الفوق وكنديرو في الفران حتى كيطيب. وها نتوما بقاو معايا في الفيديو حتى الاخير. كنتمنى انكم تشجعوني في القناه ديالي فضلا وليس امرا. ما تنسوناش كذلك باللايكات ديالكم وبالاشتراكات ديالكم وكذلك بالتعليقات ديالكم. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.